وعلى اساس ده تقدر ان انت تروح تشتري العدسه اللي فعلا هتساعدك، لا اكتر ولا اقل، ولا حد يهري ولا حد يتكلم. ودي وجهه نظري، ولو مش عاجبك اقفل الفيديو. نسا لابساني سنان وتمرجي، خد بنصيحتي تدور واجري. نسا لابساني سنان وتمرجي، خد بنصيحتي تدور واجري. ما عملتش بلوك يبقى انت حابب تعرف شويه معلومات. نبدا نتكلم عن اكتر سؤال الناس بتساله وهي حابه تبدا مجال تصوير الفود او البرودكت. اجيب عدسه ايه اشتغل بيها؟ مبدئيا يا صديقي مفيش حاجه اسمها اجيب عدسه ايه، ما تعصبنيش. انت عايز تشتغل وتصور ايه؟ مش عارف تحدد انت عايز تشتغل وتصور ايه؟ تقدر ان انت تجيب ال 50 مللي. 50 مللي بادجت بتاعها قليل، تقدر ان انت تبدا بيها وتقدر ان انت تعتمد عليها بشكل كبير لحد ما تعرف المجال اللي انت حابب تتخصص فيه، سواء برودكت سواء فود سواء كوميرشال. وانا كلامي كله على نطاق التصوير التجاري، مش بتكلم في ويدنج او اي مجال من المجالات التانية، لان انا تخصصي هو التصوير التجاري. طيب بعد ما تجيب ال 50 مللي حوشت شوية فلوس، تقدر ان انت بعديها تجيب ال 24-70، هتبقى معاك جوكر. طيب اشمعنى ال 24-70؟ لان هي فيها مدى ورينج من اول الوايد لحد الكلوز، تقدر ان انت تطلع منها شغل. تقدر ان انت مع كتر استخدامها وكتر تعمقك في المجال اللي انت هتبقى حابب ان يبقى ده المجال الرئيسي بقى بتاعك، خلاص حتى لو انت هتشتغل في اكتر من مجال جوه المجال التجاري هتبقى بتصد معاك، وهي اللي هتقولك انت محتاج ايه. انت محتاج تجيب عدسة ماكرو، محتاج تجيب عدسة فيش اوي، محتاج تجيب عدسة الوايد بتاعها اكتر. تبدأ ان انت تبقى عارف الصورة بتاعتك ناقصها ايه، وعلى اساس ده تقدر ان انت تروح تشتري العدسة اللي فعلا هتساعدك، لا اكتر ولا اقل، ولا حد يهري ولا حد يتكلم. ودي وجهة نظري، ولو مش عاجبك اقفل الفيديو.